في لحظة معينة كل بني آدم بيقف قدام نفسه، مش قدام الناس، قدام نفسه هو، وبينفجر سؤال بيهز القلب: هو أنا اتخلقت أعيد نفس اليوم 50 مرة؟ فين الصورة اللي كنت بشوفها لنفسي؟ ليه بقى طلوعي من السرير إنجاز؟ الروتين بيكسر والإهمال بيهدم والأيام بتعدي وأحلامنا بتموت ببطء وإحنا ساكتين. لكن في يوم بيجي صوت جواك يقول: كفاية، خلاص، قوم. الصوت اللي بيصحي اللي جواك، الصوت اللي بيهزك، اللي يفكرك إنك اتخلقت عشان تبقى أقوى بكتير من اللي انت عايشه. والقصة اللي هحكيها النهاردة هي قصة الصحوة، مش صحوة شخص واحد، لكن صحوة أي حد قرر يقول: أنا مش هكمل كده. البداية لحظة الانفجار الداخلي. كان ماشي لكنه تايه، شغال لكنه مش ناجح، عايش لكنه مش حي، وكل يوم بيعدي كان بيشيل منه حتة صغيرة لحد الليلة اللي حصل فيها اللخبطة. لحظة صمت، دماغ فاضية وقلبي بيقول: اعمل حاجة دلوقتي. دي اللحظة اللي بتقرر فيها يا تكسر عادتك يا عادتك تكسر حياتك. العادة الأولى: كن مبادر. لحظة التمرد. أول عادة: إنك ترفض إن الظروف تتحكم فيك، ترفض إن حد يقرر حالتك المزاجية، ترفض تكون رد فعل وتبدأ تكون فعل. في يوم اتحط في موقف استفزازي جدا، كان زمان بينفجر، لكن المرة دي وقف، ابتسم، وقال في سره: مش انت اللي بتحرك مشاعري، أنا اللي بحركها. دي كانت أول طلقة حرية، أول لحظة يحس فيها إنه مش عبد للظروف لكن قائد لحياته. العادة التانية: ابدأ والنهاية في ذهنك. قعد لوحده، طفى النور، وسأل نفسه سؤال مرعب: لو فضلت كده سنة كمان هبقى مبسوط؟ طبعا لأ. فبدأ يرسم رؤيته، شاف نفسه واقف ثابت قوي، شاف جسم صحي، عقل مرتب، شغل محترم، علاقات أحسن، شاف نسخة منه تستحق الاحترام. ومن اليوم ده كل خطوة، كل قرار، كل عادة كانت يا بتبني النسخة دي يا بتهدها. فقرر يبقى البناء مش الهدم. العادة التالتة: الأولويات. قبل التغيير كان بيصحى على تليفونه وبينام على تليفونه، وكل يوم بيدي وقت والحاجات مش بتفيده. لكن لما فهم معنى الأولويات بدأ يعمل شيء واحد بسيط، 3 حاجات مهمة بس هما اللي لازم يخلصوا. مش لازم يعمل كل حاجة، لكن لازم يعمل الحاجة الصح. والمعجزة: يومه بقى يمشي زي الساعة، الإنجازات زادت، التوتر قل، ووقته بقى ملكه مش ملك الدنيا، لأنه عرف إن ترتيب اليوم هو أول خطوة لترتيب حياته. العادة الرابعة: اكسب وتكسب. طاقة الخير. بدأ يشوف الحياة من زاوية تانية، مش كل حاجة حرب ومش كل حاجة سباق، مش لازم حد يخسر علشان تكسب. فبدأ يساعد وبدأ يشجع، بدأ يكبر غيره. لكن مع الوقت لقى إن الناس بقت مصدر طاقة مش مصدر ضغط، وإن الخير اللي بيطلعه بيرجع له أضعاف. نجاحه ما كانش تنافس، بقى تبادل. العادة الخامسة: افهم قبل ما تتكلم. هدوء الأقوياء. العادة دي قلبت حياته. اتعلم يسمع بجد. مرة حصل موقف كان هيخليه يخسر علاقة، كان هيغلط غلط جامد، لكن في اللحظة الأخيرة افتكر العادة دي، وقف، سكت، سمع، ولما سمع فهم، ولما فهم قال الكلام الصح، ولما قال الكلام الصح الكارثة بقت سلام. اتعلم ان القوة مش في الرد السريع، القوة في الفهم العميق. العادة السادسة: التعاون. قوة الفريق. اتعلم انه مش لوحده، يقدر يعمل كتير، لكن مع الناس الصح يقدر يعمل كل حاجة. بقى يسمع أفكار ويجمع آراء ويخرج بنتيجة ولا كان يوصل ليها لوحده. اتعلم ان العقول لما تتجمع بتخلق حلول خارقة. العادة السابعة: طاقة التجديد. فهم إن أقوى سلاح عنده هو نفسه، وإنه لو ما طورش نفسه حتى لو كان ناجح هيقع. بدأ يهتم بجسمه، بعقله، براحته، بصلاته، بتأمله، بصحته، وحتى بأكله ونومه. ومع كل يوم تطوير كان بيحس بطبقة طاقة جديدة بتتركب جواه، طبقة ثقة، طبقة هدوء، طبقة قوة. وعرف النجاح مش سرعة، نجاح ثبات، والثبات محتاج صيانة يومية. لحظة التحول. ومرة وقف قدام المراية، لكن مش زي كل مرة، كان شايف شخص تاني، نفس الملامح لكن الروح مختلفة. عنده نور، عنده حضور،
عنده ثقة. اللحظة دي كانت لحظة ميلاد جديدة، مش لأنه عرف العادات، لكن لأنه عاشها، طبقها، وحارب علشانها، وصمد لحد ما بقى شخص تاني. رسالة الكتاب: كل اللي سمعته دلوقتي ممكن يبقى قصتك، ممكن يبقى بدايتك. كل التغيير اللي في الرحلة دي بدأ بخطوة، قرار واحد: أنا مش هكمل كده. ابدأ بعادة واحدة وافضل ثابت عليها أسبوع واحد وهتشوف الفرق. انت مش محتاج سنة علشان تتغير، انت محتاج لحظة صدق مع نفسك وبعدها الدنيا كلها تتغير. اعرف انك مش ضعيف ومش متأخر ومش قليل، انت قوي بس محتاج تفكر. لو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك وخليك معايا لان اللي جاي احسن.